السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للإخوة والأخوات، تحية طيبة لجميع المشاركين والمشاركات في القناة والمناضلين والمناضلات داخل المغرب وخارج المغرب. هنا اش تيقول لك السيدي أن الدجاج يحلق عاليا وسعره يصل 20 درهم للكيلوغرام. يعني هذا الدجاج وصل 20 درهم للكيلو. يعني ماشي شي ماده اللي غنستوردوها من الخارج، ولا غادي نجيبوا المواد، يعني غنجيبوا بياس ديتاشي من فرنسا، ولا غنجيبوا قطع الغيار من كندا، ولا سميتو هذا الدجاج كنشدوه كنربيوه في المغرب وكنكبروه وكنبيعوه للمغاربه ب 20 درهم الكيلو. الخبر تيقول لك سيدي، وحسب اليوميه فان هذا الامر اثار استغراب المستهلك الذي استنكر توالي مسلسل الغلاء يشمل مناحي الحياة اليومية بشكل أضحى يهدد القوت اليومي للفئات الهشة التي أنهك هذا الارتفاع المتتالي في الأسعار. وقالت اليومية أن عزيز العرابي رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن علل هذا الارتفاع إلى نقص كتاكيت الاستهلاك الذي مرضه التراجع الحاصل في أمهات الكتاكيت بنسب تتراوح ما بين 20 و 30%، وكذا انخفاض درجة الحرارة الذي تسبب في عودة مرض H91 خفيف الضربة، والذي تسبب في نفوذ الكتاكيت بالضيعات بنسبة تتراوح ما بين 30 و 35%. وذكر العرابي اليومية أن سعر بيع الدواجن بالجملة يتراوح ما بين 13 و 14 درهم للكيلو، وإن سماسرة القطاع هم من يقفون وراء الغلاء الذي يعرف سعر الدجاج بالتقسيط ووصوله إلى المستهلك بمبلغ 19 و 20 درهم، علما أن شهري غشت وشتنبر عرف فيهما سعر الدجاج انخفاضا ملحوظا، حيث تتراوح ما بين 10 و 11 درهم، وهو سعر منخفض غير مسبوق في تلك الفترة في تاريخ قطاع الدواجن، حيث أن منتوج الكتاكيت كاد يتعدى حينها 11 مليون، وهو رقم كبير ممكن من تحقيق عرض أكبر من الطلب، غير أن ذلك السبب في خسائر فاضحة بالنسبة إلى المنتج. وعن موجة الغلاء التي شملت القوت اليومي للمستهلك المغربي بما فيها اللحوم البيضاء التي كانت تشكل خيار للفئات الهشة، قال شمس الدين عبداتي رئيس المنتدى المغربي للمستهلك ومدير المركز الدولي للوساطة والتحكيم اليومية أن أصل المشكل هو أن السوق المغربية سوق مفتوحة وحرة من حيث الأسعار، فيما الدولة لا تتدخل لتحديد الأسعار، أو على الأقل لتحديد أسعار أخرى لها تأثير كبير على تكلفة الإنتاج. والحديث هنا يضيف شمس الدين عن قطاعات أخرى مثل النقل والمحروقات، إذ أن ارتفاع تكلفتها بالنسبة للمنتج يقلص من هامش ربحه، وبالتالي تؤثر على الأسعار بالنسبة إلى المستهلك المغربي. أضاف شمس الدين اليومي أن السوق المغربية هي سوق مفوضية، سوق فوضوية، وأن غياب تضامن بين المستهلكين يزيد من مزاجية المنتجين في وضع الأسعار والتلاعب بها، فيما يدفع المستهلك الضريبة كاملة، مضيفا أن المستهلك سيد المنتج امتناعه عن الشراء يجبر المنتج على خفض الأسعار. إن الدواجن تتبع بدورها الاتجاه العام الذي يتسم بغلاء المعيشة، كما أن كمية العرض من اللحوم البيضاء هي سبب هذا الإنتاج، إذ أن الطلب يفوق العرض في هذه الفترة التي تتسم بتراجع إنتاج اللحوم البيضاء بسبب موجة البرد التي تتسبب في نفوق الكثير من الدواجن بالضيعات الفلاحية. إخواني المغاربة، أخواتي المغربيات، عندي لكم واحد حل بسيط جدا. يعني كل ما ارتفعت الأثمان ديال المواد الغذائية، يعني حاولوا تضحيوا. يعني انا كنطلب من جميع الناس المغاربه يجربوا هذه القضيه ويشوفوا واش غادي السوق غادي تقاد ولا ما غاديش تقاد. زادوا لكم في الدجاج، كنظن ان حتى مغربي هذا الاسبوع ما يمشيش يشري الدجاج. حتى مغربي اشنو غادي يطرى لك الا ما كليتيش اللحم، اشنو طرى لك الا ما كليتي، الا بقيتي بالجوع ما غاديش تموت، لان الماكله هي اللي كتقتل، الجوع ما تيقتلش، كثره الماكله هي اللي كتقتل، كدير الامراض، كدير مرض السكر، كدير مرض الضغط، كدير جميع الامراض السرطانيه كتجي من الماكله. الجوع ما تيقتلش. دونك الا مثلا تزادت شي ماده زادوا لها في الثمن ديالها، امتنعوا عنها.
نقول لكم واحد القضيه المغاربه. شي دابا نتوما حافظينكم، شي الشعب، شي دابا الحكومه والعثماني والقصر وكذا حافظين المغاربه، عارفينكم وكاله، عارفينكم ما كتصبروش، مرضوكم ديك اللعبه ديال فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء. الناس في الدول المتقدمه ما بقاش كتفكر بهذا التفكير هذا. الناس اللي كتاكل ملي كيجيها الجوع، راه بعض المرات كتفطر وما كيجيكش الجوع مع الغداء، راه تقدر ما تتغداش، راه كاين بعض المرات كتغدا وما كتعشاش، ما كيكون فيك لا جوع لا والو. ولكن حنا في المغرب زرعوا فينا امبلانطاو فينا ديك القضيه ديال فطور غدا عشاء. يعني الشركات ديال التغذيه في المغرب ما يمكنهاش غادي تخسر. علاش؟ لان المغربي دائما عنده في ديك القضيه ديال فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء، هذه ولا بد في المغرب. انا كنقول للمغاربه في هذه القضيه هذه، الا الدجاج مثلا غلا، انت مغربي ما يشري الدجاج هاد السيمانه كلها سيدي، ما ناكلش لا الدجاج سيدي، سير سيدي عدس، ما حتى العدس كل سيدي البصاره، كل البيض ومطيشه، كل شي حاجه اخرى، ما تاكلش البيض، ما تاكلش الدجاج، ما عند الدجاج ما يدير لك. راه تقول لي غادي ماده مهمه وهذه، كاين شي وحدين كيبقاو تيخربقوا عليك، خصك ولا بد يوميا خصك تاكل واحد الطريف ديال اللحم، واحد الطريف ديال الجبن، واحد الطريف ديال الكرشه، راه غير الكذوب داك الشيء. راه احسن حاجه باش تكون صحي في الدماغ ديالك، وتكون صحي في الجسم ديالك وفي النفسيه ديالك، وهو انك ما تاكلش اصلا، ما تاكل حتى يجيك الجوع، ماشي يجيك الجوع حتى يجيك الجوع مزيان. علاش؟ غنقول لكم واحد القضيه سهله. لان ملي جا الانسان على وجه الارض، ما كانش مسائل الطبخ، ما كانش البوطه، ما كانش الفطور، ما كانش الغداء، ما كانش العشاء، ما كانش هذا الشيء هذا. كان الانسان تيفيق تيمشي كيقلب على ما ياكل، كيمشي كيصيد. كاين بعض الاحيان اللي كتكون شي ظروف صعبه، كيكون البرد، كيكون الثلج، كتكون الحراره، كتكون هذه، كيمشي ما كيصبر بالجوع، ما كيقدرش يخرج في البرد. خصو ملي كيمشي كيقلب ماشي كيلقى الماكله سور بلاص، خصو يمشي يقلب ويصيد وكذا. بعض المرات 3 ايام 4 ايام عاد كيلقى الماكله، عاد كياكل. دونك الانسان الطبيعه ديالو، بالطبع ديال الانسان، انه كيقدر يستحمل الجوع. ولكن اللي ما غاديش يقدر يستحمل الانسان المغربي وهو جيبو. الو هنا كيضحكوا عليك، من اللي خرقوا لك ديك القضيه ديال الفطور غدا عشاء، راهم كيضحكوا عليك. خلقوا واحد البلون، خلقوا واحد المجموعه من الناس انهم دائما راه غيبقاو يتغداو ويفطروا ويتعشاو، وخصهم باش يتفطروا ويتغداو ويتعشاو خصهم يمشيو للحانوت، خصهم يمشيو للسطور، خصهم يمشيو للبيسري باش يشروا هاد المواد هذه. كما كنقول لكم الحل بسيط جدا، ان مثلا غلاو عليك شي حاجه ما تشريهاش. كنطلب من الشعب المغربي مثلا ان دابا في هذه الوقيته هذه ان كل شيء غلا، كنطلب من المغاربه يبقى ياكلوا غير داك، ما يبقاوش ياكلوا. انا كنعرف مثلا هذوك الاغنياء ودوك الناس العياقه وكذا غتجي مع الهضره ديال الضحك كذا، لانهم مسوقينش، لان ماشي فلوسهم، لانه ماشي رزقهم، لانهم كيشفروا كيخطفوا، لانهم كيستعملوا فلوس الشعب باش هما عايشين. انا كنهضر على الجماعات الكبيره من الشعب، يعني الشعب المقهور. يعني الى جاو راه هنا الشركه بعدا كاين الشركات الكبرى ديال التغذيه وهاد وسميتو مرجان، وهاد الاماكن اللي كتبيع الماكله وهادشي، راه ما كيربحوش مع الاغنياء، راهم كيربحوا مع الفقراء، راه كيربحوا اكثر مع الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره، طبقه الموظفين. لان الموظفين فيهم العياقه بزاف، ديك اللعبه كيعرف شي شويه الفرونسي وديك الدوخه وداخ دوخ، حتى هو خصو يمشي يبقى يشري لي شوكولا، خصو يبقى يمشي يشري لي فخوماج، خصو يبقى يشري. ولكن هو راه مضروبه فيه حتى الجدر، راه الصالير ديالو ما قادوش. ولكن غير حيت انه مثلا موظف وخدام مثلا في واحد الاداره وهذه ديك العياقه الخاويه، تيقتل راسو باش كيمشي كيشري. ولكن انا كنطلب مثلا من الاغلبيه المسحوقه ديال الشعب المغربي، الا غلات شي حاجه ما تشريهاش، صبر على اسبوع ولا اسبوعين، كنقسم لكم بالله العلي العظيم الا بعد اسبوعين الثمن ديالها غادي ينزل 50% ولا 60%، غير باش مواليها اللي كيبيعوها يتهناو منها، لان غيخسروا الا بقات عندهم. وهذا نداء موجه لجميع المغاربه، ماشي غير على الدجاج، اي ماده. مثلا حاولوا مثلا المغاربه، وحاولوا اسبوع ولا اسبوعين، حاولوا تنقصوا من الصرف، حاولوا تحيدوا واحد الوجبه، ماشي تحيدوا كاع الوجبه كاع، ولكن حاولوا تنقصوا من الماكله، نقصوا من داك الصرف ديال الماكله. غنقول لكم علاش. لان كل ما ان الشعب المغربي مقبل على شراء المواد الغذائيه، وان الشركات اللي كتصنع المواد الغذائيه وهذا الشيء كتزيد كتفرح لان الشعب المغربي خصو ياكل. او نقصوا الماكله، اذا نقصوا الاستهلاك، راه غير 3 ايام ولا 4 ايام راه الاثمان غادي تنزل اوتوماتيكمون. يعني هذا هو الحل، بلا ما تمشي تدابز وتخرج للشارع وتقول غلاو عليك شي حاجه ما تستعملهاش.
تو سامبلومون غلاو عليك شي 20. راه هنا كيوصل الوعي الانساني. هنا ولكن واحد القضيه، حنا المغاربه مرضوا فينا ديك القضيه ديال التكبر والعياقه وكذا وهذه. وكاين شي واحد اللي فهمتي اللي مضروب فيه حتى الجدر، ولكن خصو يبان يمشي يشري شي حاجه، فهمتيني. نو، ما تشري حتى شي حاجه، ما تشريوش المواد الغاليه. انا نعطيكم مثال، مثلا الدجاج ولا سيدي ب 20 درهم للكيلو، ياك؟ انا نعطيكم سيدي الدجاج، ها هي. A whole generic store brand chicken typically about $1.50. يعني الدجاج في امريكان، الدجاج كله، لان الدجاج في امريكان ملي كتمشي مثلا كتقضى، كاين اللي ما فيهش العظومه، كاين الفخوضه، كاين الجنحين، كاين الصدر، كاين هذا. ولكن الثمن ديال الدجاجه كلها، مثلا الدجاج كله بواحد ونص دولار. شحال كتجيب بالفلوس المغربيه؟ حنا درنا الكونفرتر، ها هي 1 كتجي 14 درهم. 14 درهم، 280 ريال الكيلو. نورمالمون الدجاج باش خصو يكون هذه في ميريكان. دابا شتي انا دابا مشيت دابا نتقدى الدجاج، غادي نتقداه ب 280 ريال الكيلو، الدجاجه كلها. واش فهمتي؟ الدجاجه مثلا غادي نمشي غنهز الدجاجه كلها، غادي يحسبوها ليا 280 ريال الكيلو. هذه في ميريكان. هذه ياك تقولوا ان امريكان راه علاش كنقارنوا راسنا مع امريكان؟ وحنا الماكله في امريكان غلا من الماكله في المغرب، غلا من امريكان. دونك حنا رحنا احسن من امريكان. دونك حنا المغاربه نورمالمون خصهم يكونوا يتخلصوا احسن من امريكان. والاشكال هنا في كيكون التناقض ديال الدوله المغربيه، ديال النظام المغربي. ها حنا كنقولوا فاش كنقولوا لهم اسيدي شي حاجه، علاش اللي ما تزيدوش في الاجور، علاش ما حتى الاجور بحال امريكان؟ كيقول لك وعلاش كتقارن راسك مع امريكان؟ او واش حنا دغيا بغيتوا تقارنونا مع امريكان؟ وها هو الثمن ديال الدجاج في امريكان رخيص على المغرب. دونك على هذه الحقيقه هذه راه نورمالمون خاص الاجور في المغرب خاصها تكون احسن من امريكان، ولا لا؟ ياك ها انتم هذا ماشي اون بليس. واحد القضيه كيف ما قلت لكم، الدجاج ماشي كيتستورد، ماشي طوموبيله، ماشي كار، ماشي ماكينه، ماشي مكانه، ماشي طياره. الدجاج يعني البيض في المغرب كيتكون يعني تيتربى الدجاج. هذا الدجاج ماشي شي حاجه اخرى. هذا وهما تيبقاو كيكذبوا عليك، تيقول لك الايش اروان والبرد والرواح وكذا. هذاك غير كيكذبوا عليكم. هادو الشركات ديال الانتاج ديال الدواجن كيعرفوا المغاربه، مساكن. الاكثريه ديال المغاربه كياكلوا الدجاج، لان اللحم غالي. اللحم يعني تينحاصر في واحد الطبقه في المغرب، واحد 20% 30% هما اللي ياكلوا اللحم. ولكن الاغلبيه ديال المغاربه مساكن كتلقى تيمشي عند الجزار تيقول لي عطيني ربع ديال الدجاج بالصوب غدايا لوليداتي. واش فهمتي؟ يعني المغاربه كلهم تقريبا، الاغلبيه من المغاربه كياكلوا الدجاج. هذا الشيء علاش كيستغلوا، هذا هو وهنا نورمالمون خاص الدوله تحمي المستهلك. راه هنا فين خاص الدوله، هنا فين كاين القوانين. هذا الشيء اشنا هي الدوله، وشنا هو القوانين، وشنا هو الشعب. لان كاينه الدوله هي اللي كتصدر القوانين، وهذيك القوانين علاش هو القانون؟ القانون هو واحد الوثيقه كتحمي الشعب من البطش، كتحمي الشعب من الغلاء، كتحمي الشعب من الظلم، كتحمي هذا الشيء علاش كاين القوانين، هذا الشيء علاش كاين البرلمان، هذا الشيء علاش كاين المنتخبين، هذا الشيء علاش كنمشيو كننتخب واحد الناس كيمشيو كيدافعوا علينا. ولكن حنا في المغرب نو، ما كيدافعوش على المغاربه، كيدافعوا على الشركات، كيدافعوا على المنتجين. لان هما هذوك الناس اصلا اللي عندهم الشركات ديال الدجاج هما اصلا في البرلمان، وهما كيدفعوا الفلوس وكيخسروا الفلوس، كيمشيو للبرلمان باش كيدافعوا على المصالح ديالهم. دونك هنا دائما المغربي هو اللي كيبقى تحت المحك. فوالا انا طولت عليكم. وفوالا كما قلت لكم، الدجاج في امريكا راه رخيص على الدجاج في المغرب. والناس اللي كيقول لك سميتو راه نورمالمون خاص الصالير في المغرب خصو يكون احسن من ديال الميريكان. نورمالمون هادشي اللي خص يكون. فوالا ها هو تيقول لك يعني الدجاجه كلها كدير سيدي دولار ونص في الميريكان. وعاد كاين سيدي قال لك بحال البونليس تشيكن بريست، الصدر اللي ما فيه لا عظومه لا والو، كاين الفخاد ما فيهم لا عظومه لا والو، كل حاجه بالثمن ديالها. ولكن باش غتشري دجاجه كامله كدير سيدي دولار ونص، واللي جات بالفلوس ديال المغاربه في 14 درهم اللي هي 280 ريال. اوكي، يلا السلام عليكم.